لو نفسكم في أكلة حلوة وسريعة يبقى جربوا معايا طاجن اللحمة بالبصل. مش هياخد منكم وقت خالص، 10 دقايق بس، وهتطلع اللحمة دايبة وطعمها جميل جدا. وكمان هينزل منها صوص حلو قوي بيتحط كده على الرز والمكرونة، وممكن كمان يتغمس بالعيش مع السلطة والطحينة. وصفة لذيذة جدا وسريعة، جربوها معايا وإن شاء الله هتعجبكم. نسمي الله ونبدأ الوصفة. أول حاجة أنا جبت حلة على النار وحطيت فيها معلقة سمنة بلدي كبيرة ومعلقتين من الزيت. وأول ما السمنة والزيت درجة حرارتهم ارتفعت نزلت بقطع اللحمة قطعة قطعة. طب ليه أنا ما نزلتش باللحمة كلها مرة واحدة؟ علشان درجة حرارة السمنة ما تقلش وبالتالي تنزل المية بتاعتها، وأنا عايزة اللحمة المسام بتاعتها تقفل وتكون كده متماسكة وما تنزلش أي مية. فنزلت بقطع اللحمة قطعة قطعة، وانا هنا مستخدمة اللحمة البقري ومقطعاها قطع متوسطة. وطبعا لو استخدمتوا اللحمة البتلو في الوصفة دي هيكون افضل، وبلاش ان احنا نستخدم اللحمة الضاني علشان هتاخد تسوية كتيرة، واحنا عايزين نعمل كده وصفة لذيذة وما تاخدش مننا وقت. هسيب اللحمة على النار لمدة دقيقتين قبل ما اضيف المكون التاني. ضفت معلقة صغيرة من السكر، ومتقلقوش خالص من السكر، مش هيغير طعم الوصفة او يبوظها، بالعكس ده هيعلي طعم اللحمة جدا وهيعلي التست بتاعها. بجد جربوها ومش هتندموا ان شاء الله. هسيب بقى كده السكر مع اللحمة لمدة دقيقتين لحد ما اجهز البصل بتاعي. انا هنا استخدمت نص كيلو من البصل الاحمر قصاد نص كيلو من اللحمة، يعني الوصفة ديت اللحمة هتكون فيها قد البصل. لو هتستخدمي كيلو يبقى هتستخدمي كيلو من البصل قصاد اللحمة. زي ما انتوا شايفين هنا بقى البصل كده، بعد ما قطعته نزلت عليه باللحمه. عايزه اقولك مجرد ما كده ضفت البصل على اللحمه عملت لي ريحه حلوه جدا ما شاء الله، رغم اني لسه ما ضفتش فيه اي بهارات او اي حاجه. هبتدي هنا اللي انا اهدي النار او اخليها متوسطه، علشان البصل يبدا ان هو ينزل الميه بتاعته واللحمه كمان كده تتكرمل. يعني في البدايه هنخليها كده نار عاليه. مجرد ما اقلب البصل مع اللحمه هبتدي اللي انا اهدي النار، علشان انا عايزه اخد صوص حلو. الصوص دوت هيجي لما نوطي النار عشان اللحمه تنزل الميه بتاعتها مع البصل ويبتدي يعمل معانا صوص. هديها بقى هنا كده تقليبه، وبعد كده هو زي ما انتوا شايفين مجرد كده دقيقتين ابتدت انها تنزل المية بتاعتها، وهو ده اللي هيعمل لي الصوص الحلو بتاعها. هضيف بعد كده هو معلقة من الفلفل الاسود، وطبعا تقدروا تقللوا او تكتروا في الفلفل بقى حسب رغبتكم. كمان ضفت معلقة من بهارات اللحمة، وممكن تستبدلوها ببهارات السبع بهارات اللي احنا بنشتريها من عند العطار. بعد كده ضفت معلقة من الملح. هقلبهم وبعد كده هغطي الحلة بتاعتي وهسيبها على النار لمدة دقيقتين لحد ما اجهز الطاجن بتاعي. هجهزه ازاي؟ انا هشغل الفرن على درجة حرارة 200 واحط فيه معلقة من السمنة البلدي وهدخل فيه الطاجن. علشان احنا ما نستخدم اي طواجن لازم الطاجن يكون سخن قبل ما اضيف بقى الخضار او اللحمة او اي حاجة هنشتغل فيها. ضفت هنا اللحمة بتاعتي وهحطها في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق بس. وهتطلعيه بقى زي ما انت شايفة ما شاء الله ريحته تجنن وطعمه كمان حلو قوي، واللحمة فيه كانت دايبة والصوص ابتدى كده يتقل. بجد بيبقى تحفة مع العيش او مع الرز او اي حاجة تانية. الوصفة دي حلوة وسريعة، اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم. ولو عجبتكم اكتبولي في الكومنتات واكتبولي اي تعليقات لو حابين تشوفوا اي وصفة تانية، واستنوني في فيديو تاني ان شاء الله.